بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك مولانا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. أخواتي الكريمات، هنيئا لنا باستضافة الكريم لنا. نحن في بيته جالسات تحت عينه، لا يخفى عنه حالنا ولا تخفى عنه أحوالنا. إن سألنا أنفسنا ماذا نريد؟ الجواب نريد رحمتك ربي. هنا الرحمة وهنا السكينة، من هنا انطلق المحبون المخلصون الصادقون، على نهجهم نمشي، نرجو أن نكون معهم، نرجو أن يكرمنا الكريم بالقلب السليم وبالعقل الراجح وبالصدر المنشرح وبالبصائر التي نرى بها المآل والمعاش. حياتنا قصيرة مهما طالت، والعودة إلى ربنا بأنوار تنار لنا بها الطريق هدفنا. نريد نورا على نور، نريد من هذه الصورة التي نتدارس آياتها، نريد نورا كبيرا، نورا عظيما، نورا دائما فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليه. نريد من ربنا أن ينظر إلينا الساعة بعين الرحمة، وأن يغفر ذنوبنا، وأن يهيئ لنا ما نصل به إليه وهو راض عنا. القرآن العظيم حوله نجتمع، وبآياته نعيش، ونرجو الله تبارك وتعالى أن يكون هذا القرآن العظيم صاحبنا فوق الأرض ومؤنسنا تحت الأرض وحجتنا يوم العرض. لهذا حين نجتمع من أجل أن نتدارس الآية أو الآيتين، وهي خير لنا من الناقة أو الناقتين، يجب علينا أن نستحضر هذا، يعني نسأل أنفسنا، نسمع الجواب من أعماق أنفسنا، ونطلب من الكريم سبحانه وتعالى السند، لأن فاش يسندنا الكريم ويفتح بصيرتنا غادي نشوفوا وغادي نعرفوا وغادي نتمتعوا باللحظات اللي احنا فيها. يقول رسولنا الحبيب عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا وحفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده. فهذا الفضل يكفينا، وهذا العطاء تحتاجه نفوسنا. الرحمة تتنزل علينا والسكينة تعمنا. ما بقى لنا غير نهيئ قلوبنا ونسمعه. مولانا العظيم الحنان المنان نادى قال: ألم ين للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. ونحن نقول: بلى ربنا آن الأوان. ونقول: آن الأوان، وها نحن في بيتك نتضرع ونستغفر ونتوب ونرجو منك القبول. مولانا شنو دار؟ شنو غيدير؟ والله يا أخواتي الكريمات، إلا ربنا حنين وكريم وعظيم. واحد الآية عظيمة نادى واحد النداء، وقال الرسول عليه الصلاة والسلام: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. شوفوا أخواتي، إذا كان هذا كلام للمسرف، كيف غيكون كلام الطائع والتائب واللي جأر صار إلى بيته كيقلب على الحماية منه والسند منه؟
اكيد غادي تكون واحد الرحمه وواحد المحنه وواحد الكرم اللي اصلا شعرناه ومازال كنشعروه ونبغيو يدوم علينا حتى نلقاو مولانا. راه ملي كندخلوا لبيت الله ماشي هي ملي كنخرجوا منه، راه كندخلوا حاملين وحاملين وحاملين. ولما كنجلسوا تستعينوا في بيت وكندرسوا كلام كنحسوا بالفرق كبير، لان كنعرفوا ديك الساعه ان اللي عنده الله ما يخيب، واللي توكل على الله كفاه الله. والحنان المنان خلق الداء وخلق الدواء. كاينين الذنوب وكاينه المغفره، كاينين الاثام وكاينه التوبه، وجلسه في بيت الله بالدنيا وما فيها. قال الحبيب صلى الله عليه وسلم: ذاك القوم الذي لا يشقى جليسه، يدخل وجلس معنا وخرج كتنالوا الرحمه نتاع الله. ومن اجل هذا اخواتي كان حمد الله حمدا كثيرا يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه ان من علينا بهذا الفضل، وان يسر امرنا لذكره بتوفيق منه سبحانه. نقول: ربنا زدنا ولا تنقصنا، وثبت اقدامنا على الصراط المستقيم، واجعل ما نتدارسه من سوره النور يسري في خلايا ابداننا. يعني النور اللي في هذه الصوره نتاع النور بغينا يسري في الخلايا ديال الجسم ديالنا كامله. وإلا دخل النور كيمشي الظلام، وإلا جا الامان كيمشي الخوف، وإلا جات الفرحه كيمشي الحزن. وهذا حال الذاكرين الله تبارك وتعالى والذاكرات، كرمهم الله وصفهم اوصاف متعدده. خواتم سوره الفرقان وصفهم لنا الله تبارك وتعالى وبين لنا ايامهم كي تدوز ولياليهم كي تدوز. وفي مطلع سوره المؤمنون ورانا الورث الحقيقي اللي كيورثوه المؤمنون: اولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس. اذا هذا كله يجعلنا نقول في ساعتنا: ان الحمد لله نحمده تعالى ونشكره ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد ان لا اله الا الله، ونشهد ان محمدا رسول الله. قال الحبيب صلى الله عليه وسلم قولة كريمة من الحبيب عليه أفضل الصلاة والسلام، اسمها نتمعنوا معها ونجلسوا: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. وهذا هو لسان حالنا. جينا لبيت الله نجمع من الحسنات ما يمحي لنا بالمر بالسيئات، وجينا كذلك نتعاملوا مع بعضنا بكلام الله، ونتواصلوا مع بعضنا بكلام الله، ونتمنوا من الله ونطلبوا منه ونلحوا في الطلب اننا نكونوا زمره واحده داخلين الجنه قابطين يدينا في يدين بعضنا. اذا فلنصغى لقوله ونطرحوا القول على انفسنا وعلى حالنا. يقول مولانا وقوله الحق: الله نور السماوات والارض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء، ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. هذا حالنا واجتماعنا في البيت الكريم الذي أذن هو أن يرفع. ما معنى أن يرفع؟ أن يعظم، أن ترفع الأعمال التي تقوم بها الأمة فيه. يعني ملي كندخلوا لبيت الله
الاعمال ديالنا تسبيح وتهليل وتكبير وصلاه على الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني هذا هو كلامنا في بيت الله، لان الله امر بهذا. وفي هذه بيت المعظم اللي تعظموا مولانا خص نكونوا فيه معظمين الشعائر نتاع الله، وندخلوا بادب ونجلسوا لاننا في حضراته. ولم يقل ربنا اهل ذكري اهل مجالستي اهل معصيتي لا اقللهم من رحمتي. هذا قول مولانا في حديث قدسي عظيم تنطبق انواره على من عرف الطريق ووجه وجهه لمشارق الانوار وتمسك بهذا القران العظيم اللي هو الحبل المتين ومشى النور ديالو غادي. اذا حنا ما لهدنا حتى حاجه، لا في الحر ولا في القر، لا في البرد ولا في الصيف، قاصدين بيت الله، جايين بواحد القلوب وجله، بغينا ربي يقضي لنا عدد من الحاجات، ما كتهمناش هي الاشياء نتاع الدنيا، المعاش راه مضمون، كيهمنا المآل باش غنلقاو الله. عمرنا هذا اللي هو محدود بين بدايه ونهايه سينتهي قريبا، والعاقل منا هو اللي كيقلع من الايام الفانيه ويردها ايام خالده، من الساعات الفانيه وتتولي ساعات خالده، لان الساعه اللي كيتذكر فيها الله تبارك وتعالى هي ساعه خالده. في الزمن الاخر اللي غادي نمشيو له كتولي عرضها السماوات والارض وكتشفع لصاحبها عند الله. ساعه ذكر في بيت الله بقلوب وجله ونيه صافيه وعقول راجحه وبصائر مفتوحه، راه تولي عرضها السماوات والارض يوم نلقى ربنا، وهي ساعتنا هذه نرجو كذلك منه سبحانه. هادشي علاش خايفين يا هاد الناس هادو، وحنا كنهضروا على راسنا، وحنا اللي في بيت الله هنا ماناش خايفين على قلوبنا تقلب، خايفين على الزمان يلعب بينا، خايفين دينار الدرهم وبريقه يدخل لنفوسنا وقلوبنا، خايفين على هذا الايمان اللي عندنا دابا الان ونشعر به قرب مولانا يضعف، لان الايمان كيطلع وكينزل كيبلى كما يبلى الثوب. لهذا جئنا وسناتي ما طالت اعمارنا نذكر ربنا في بيته نخاف يوما تتقلب فيه القلوب والابصار. اذا هذا الرجال، وهنا الرجال بمعنى كلهم الانفس، لا رجال ولا نساء. علاش جات الرجال؟ لان الرجال فرض عليهم انهم يجيو يصلوا الجمعه ويصلوا الجماعه، وحنا النساء لنا الاجر بحالهم واخا نصليو في الديور ديالنا، ولكن لما عايشين حنا والامه ديالنا مثلا عايشين في واحد الزمان صعيب شويه، وواش الفتن ديالو قداش عاليه، وكل نهار كتعيشي لون، حتى حنا كنجيو نرابطوا في بيت الله نذكر الله وملائكته تحفنا. اذا الكلام يسقط علينا نحن ايضا، لاننا خايفين على اولادنا، خايفين على الزمان، خايفين من الزمان يغضب اولادنا الى وضعاف ايمانهم وقله ارتباطاتهم بالكريم سبحانه وتعالى، لانهم غاديين في واحد المواج مع زمانهم، لولا الدعاء ولولا يعني ذيك قيام الليل الذي تقوم به الامهات والاباء، يقوم به كذلك الاباء، راه هو اللي كينزل واحد الستر على الابناء وخا يكونوا بعاد. شتي اكثريتنا راه ولادنا بعاد ما كاينينش، وكي غديري توصلي لهم وكي غادي ديري تعرفي حالهم، وباش غتعرفي كيف عايشين ومع من عايشين وشنو تيعانيو ومنين كاينين ملي كيصوروا رزقهم الى اخره، هادشي كله غايب علينا. لكن حاضر واحد القلب مشغول بهم، كنهزوا يدينا وكنطلبوا الكريم سبحانه وتعالى يسترهم بالستر ديالو، كندعيو هنا وكيوصل الدعاء تما، كنقراو هنا آية الكرسي وكتمشي لهم محفوظه الى وصلنا لذاك القلب اللي عرف الله وذاق حلاوه الله، حلاوه كلام الله. إذن يقول سبحانه وتعالى يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والابصار. ليش قلنا القلوب والابصار؟ لان القلب الا تغير كتعمى البصيره، والقلب الا توسخ ما كتفتحش البصيره. بقدر ما استغفرنا وغسلنا قلوبنا، لان الاستغفار هو الصابون، بقدر ما كتحل لنا البصائر وكنعرفوا الحقائق. واللي قلبه طاهر وسليم عينه كتشوف، واخا عرفت باش تبتلي كتشوفي بان الله تبارك وتعالى معك، وان الابتلاء ما هو غير سبب رفعه. داز خصني ندوز هذا الامتحان وندوزو كما بغا يكون، لان الامتحانات كتكون قاصحه في بعض الاحيان لما كيكون الله سبحانه وتعالى موجد لك شي حاجه مزيانه وشي حاجه غيفاجئك بها. كيدوزوا الامتحانات باش ربي سبحانه وتعالى كيعطيك من فضله وكيعطيك من حسنه.
إذا قال سبحانه وتعالى تتقلب فيه القلوب والأبصار. ليش؟ شنو بغاو هاد الناس اللي خايفين ومراقبين في بيت الله؟ ليجزيهم الله أحسن ما عملوا. الجزاء، نريد الجزاء، بغينا ربي يجازينا، بغينا يجازينا بالجنة، بغينا الجزاء الأوفى، أنه يرضى علينا وأننا نكونوا تحت عينينا ونكونوا عايشين بخير وقلوبنا سليمة وعايشين مهنيين. واخا ربما راه المؤمن أحيانا كيكون عايش في النار كتحرق فيه، ولكن ما كنساوش على أن سيدنا إبراهيم عليه السلام واخا تلح في النار راه كانت بردا وسلاما عليه. وراه الناس كتشوف بأن إبراهيم عليه السلام في وسط النار وهو كيشوف بأن أحلى أيام حياته كلها عمره كامل وهو دايز في ذاك النار، لأن ديك النار كتسقل، نار الابتلاء كتسقل المؤمن. لولا الابتلاءات ما كناش نعرفوا الحقائق، لولا الابتلاءات ما نقدوش نعرفوا شكون اللي معانا وشكون اللي في صفنا وشكون اللي ضدنا وشكون اللي مساندنا وشكون اللي غيفرق بينا. اللي تيجي الابتلاء كتعرفي الناس وكتعرفي نفسك وكتعرفي أن الله موجود وهو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو على كل شيء قدير. كتبتولي غير يرضى عليا مولاي، يكون اللي بغا يكون، كل شيء راه فايت، غير مولانا سبحانه وتعالى يرضى عليا. إذا كيكون هذا الجزاء من الله سبحانه وتعالى ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله. هذه الآية نعاود سقطناها على الآخرة. الله سبحانه وتعالى دار الجزاء هناك، هنا دار العمل وتم دار الجزاء. لما كيتجازى المؤمن وكيفلح وكتكون الجنة من نصيبه، كيدخل الجنة اللي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، وكيشوف داك الخير كله اللي راه فيه، وكيقول له واش عمرك حسيتي بشي قهرة في الدنيا؟ تيقول ما عمرني ما شفتها، لأن ملي كيشوف النعم تاع مولانا سبحانه كينسى داك الأوجاع وكينسى دوك الابتلاءات وكينسى دوك المشاكل وكينسى دوك الأنواع تاع الظلم وكينسى كل شيء، كيشوف سبحان الله العظيم ما أجمل ما عند الله. والله ما عند الله خير وأبقى. إذا لما كيشوف هذا الخير كله كيقول رب العالمين بغيتي شي حاجة أخرى؟ يا ربي اش غنبغي أنا في هذا الخير كله؟ غادي نبغي يا ربي اللي بغيت عطيتيه لي وأكثر من اللي بغيت عطيتيه لي. تيقول له مازال عندي شي حاجة نعطيها من فضله ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله. الزيادة من فضله نظر إلى وجهه الكريم. لما تكون في الجنة وعايش وكتشوف وجه الله، شنو العمل اللي درت باش انا وصلت لهاد الدرجه كبيره نشوف وجه الله؟ كنت عايشه فوق الارض كنعمل لوجه الله، كنكظم الغيظ لوجه الله، كنصبر لوجه الله، كنجاهد باش وليداتي نوصلهم نور الامان وبنياتي نخليهم محصنات باش يوصلوا الى بيوتهم كيف ونكسبوا من وراءهم قصور في الجنه. كنجاهدوا بالليل وبالنهار واللي ما قدينا عليه، نكابروا ونقوموا الليل باش ربي يعاوننا عليه. اذا هذا كله اخواتي ما كيضيعش، هذا كله. ولما كنشوفوا سبحان الله العظيم ونقولوا دابا مثلا بالله عليكم اخواتي الكريمات، في واحد الوقت الا قلنا غادي نوضوا نخرجوا دابا مثلا في 3:30 ولا 4 العشيه، نقولوا لا عافيه تتبرد الشمس، اش بغينا هذا تماما على هذه الحاله. دابا وحنا جايين لبيت الله ما تتهمنا الحراره لا 40 لا 42 لا نخرجوا في الشمس لا ما نخرجوش في الشمس، تنتموا جايين نج اخر، كل وحده منا ومناين اللي قابطه الطريق واللي كل وحده، وهذا من فضله سبحانه وتعالى. طمعا فاش في اخلاقاتي، طمعا فاش يخلصنا من همومنا ومن احزاننا ويخفف علينا الكلل ويسر لنا الطريق. والله يرزق من يشاء بغير حساب. هاد من يشاء واش هي المشيئة نتاعو؟ لمن يشاء أن يرزقه الله، أن يرزقه الله يرزقه الله. بغيتي هاد الشيء يعطيه لك الله غادي يعطيك، ولكن أري الجزاء ديالو، أري الخدمة ديالو، أري خلاصو. بغيتي الجنة أري خلاصها، راه الجنة محفوفة بالمكاره، انتي دايزة وانتي كتشكي وكتتكوي باش توصلي ليها. إذا صبري، والشهوات محفوفة مع النار سبحان الله العظيم. ولا خممنا مزيان كل حاجة غادي توصلنا للربح الآخرة، راه ما كنأديو عليها لا ثمن ولا ضريبة. كنوي وكنشيبو وكنبغيو الله سبحانه وتعالى، والنار الله يحفظنا ويحفظكم. كل حاجة بغيتيها راه غادي توصلك لهذاك الباب النار كتأدي عليها فلوس وبزاف د الحوايج. إذا نطلبوا الله سبحانه وتعالى يرزقنا بغير حساب، العفو ديالو يعفو علينا
اذا هذا الحل تاع المؤمن، ونقدو نطمعوا وحنا بين يدين الله، نقولوا هذا حالنا، وحنا في بيت الله طالبين ترقيه وطالبين التنقيه وطالبين من مولانا سبحانه وتعالى العفو، يدوزنا بعفوه في عفوه. لهذا الأعمال بالنيات كما قال رسولنا صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وهذه تتجينا صافي، يلاه شنو نويتي؟ داكشي اللي نويتي غادي تلقايه. نوينا أن الله تبارك وتعالى غادي يغفر ذنوبنا ويفتح بصائرنا ويسهل طريقنا فوق الأرض ويفتح لنا أبواب ما عرفناها منين جات، يتفتحوا لنا الأبواب أمامنا ونسعدوا في الدنيا ونسعدوا في الآخرة، ونقولوا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ومنين نذوقوا هذه الحلاوة نطلبوا لنا الدوم. وباش كدوم؟ بالذكر نتاع الله قياما وقعودا وعلى جنوبنا. ما نفتروش من الذكر، نديروا أورادنا نتاع الصباح والمساء ونجلسوا مع نفوسنا، نحاسبوا نفوسنا فين عندي النقط اللي نقط ضعف وفين عندي نقط القوة، ونخدم أنني نصلح نفسي ونخدم على نفسي ونفكر في لقائي مع الله. ما غينفعني لا ولد ولا بنت ولا راجل ولا صاحب ولا مال ولا حتى حاجه، غادي تنفعني اوقاتي مع الله. وراه كانوا شحال هذه ديالنا جدودنا وهلنا كيقولوا ملي كيلقاو شي راجل من رجال الله ولا شي امراه من نساء الله اللي كتكون جالسه مع راسها وكتهضر مع الله تبارك وتعالى طايعه خاضعه، شي يقول لك؟ تقول والله الا لها اوقاتها، هذه عندها الاوقات ديالها. شنو اوقاتها؟ اوقاتها هي ديك المناجاه مع الله، اوقاتها هي دوك التسبيحات، دوك التهليلات، دوك التكبيرات. نخدموا هكذا ونخدموا على نفوسنا باش نكونوا نقيين، باش نكونوا صافيين، وباش يغفر الله تبارك وتعالى ذنوبنا ويسهل الطريق ديالنا. انا نشوفوا الذين كفروا والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. وشوف قارني للمؤمن والكافر. هذه الآية اش كتوصف لنا؟ كتوصف لنا الكافر الأعمال هو كيخدمها في الدنيا، أو كيجاري ما يدير، ولكن العمل ديالو مبني على ياش؟ مبني على إعجابه بنفسه بقدراته، ما نبنيش العمل ديالو لله ولوجه الله، لأن المؤمن كيقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، والعمل ديالو كله تيكون لوجه الله. ورب عمل صغير تكبره نية وكيكون الأجر ديالو بحال الحسنات الجبال، ورب عمل كبير كتضعف نية، والنية تاع الكافر لمن لاش الدنيا وكفى، هو كيصلح هو كيعطي هو ما خلي ما يدير، ولكن داكشي كله ما نسبوش لله تبارك وتعالى والتوفيق نتاع الله، لا نسبوا القوه ديالو والذكاء ديالو والمال ديالو والسلطه ديالو والسند ديالو من دون الله. اذا اعماله كيفاش؟ كسراب بقيعه. ما معنى السراب بقيعه؟ مثلا كنكونوا قاطعين الطريق مسافرين، واحد المره بعض المرات كتشوف في الكودرون تاع الطريق انه بحال واحد جلسه الماء غادي يوصلوا ليها، لكن كتوصلي ديك الجلسه كتلقاها لنا غير شعاع الشمس ضاربه في الارض وبانت بحال الماء، وتصور انت عطشانه وكتقلبي على الماء وتصلي ديك البلاصه وتلقاي الماء وتعاود تبان لك باقا بعيده. هكا ربي شبه الاعمال تاع الذين كفروا، اعمالهم كسراب السراب بقيعه واحد البلاصه يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا. وتصور الإنسان يمشي بالأعمال قداش ويوقف بين يدي الله ما يلقى والو، اش عندك؟ ما عرفتش شنو عندك. الأعمال ديالك كلها شنو هي؟ شكون اللي تيوزن العمل عند الله؟ النية. درتيه لوجه الله هو مزيان غيقبلو منك الله، درتيه لأنك انت بغيتي ديري تباني به في الدنيا، وكلنا نعلم أحاديث صحاح عن هذا. رسول الله صلى الله عليه وسلم شحال من حديث تيقول لنا على هذا. راه يؤتى برجل يعني قارئ للقرآن وكيوقف بين يدي الله ويقول له باش جيتي، يقول يا ربي قرأت كتابك وحفظت ودرت تيقول الله تبارك وتعالى قريتي باش يقولوا قارئ، عاود يجيو المحسن لا عطيتي باش يقولوا كريم، ويجيو المقاتل لا تقاتلتي باش يقولوا راك شجاع. راه قالوها وتخلصتي في الدنيا والاخره كيفاش.
شتي اخواتي ملي نتعلموا نبداو نحاسبوا نفوسنا ونطلعوا على صحيفتنا قبل ما يحاسبنا الله، نحاسبوا نفوسنا صحيفه في الفجر وصحيفه في العصر، والصحيفه ديالنا ما كتغادر حتى حاجه، لان الملكان الرقيب والشهيد يكتبان ما يلفظ من قول، كل شيء مكتوب وما عندكم حسابكم ورقه وستيلو وكتابه، راه اعمالنا حاضره ناظره. قال لنا رب العالمين سبحانه وتعالى على الكافرين لما كياخذوا الكتاب ديالهم تيقولوا ويلي ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. إذا ما عملوا حاضر ناظر. شتي هذا المجلس ديالنا وحنا جالسين هنايا بهذا الشيء كله اللي معانا وبهذه العادات تبارك الله اللي بينا، هكا في كتاب كل وحده منا جالس صورة وصوت وكثر من هذا، لاننا حنا في زمان الحساب الرقمي. دابا حنا عايشين بالحساب الرقمي والذكاء الاصطناعي وهذا العجب العجب اللي ولا هذا شنو تيبان؟ تيبان والو قدام الكتاب المرقوم. حنا واصلين للرقمي دابا، والله تبارك وتعالى عنده الكتاب المرقوم يشهده المقربون، وقال سر الرقمي والمرقوم. شو الفرق؟ قداش غادي يكون؟ حتى حاجه ما غادي تساعدنا. اذا اعمالنا نحافظوا عليها، وعندكم كلنا حتى مع نفسي معكم جميعا عندك نديروا بحال ديك التي انقذت غزلها. عندك نخدموا نعاودوا نطيبوا. عرفتي شكون اللي كيحرق الاعمال؟ عرفتي شكون اللي كيخلينا اللي نوصلوا؟ الله يحفظنا وينجينا، ولكن تنوصلوا لهذه الايه كنتخيلوا نفوسنا راه حنا بين يدي الله. فاين هما اعمالنا؟ راه وقفوا قدام الله تبارك وتعالى، العبد وقف قدام الله تبارك وتعالى وقال له يا ربي ضرب ماشي كتابي هذا، سمع صوت تينادي ان الله لا يضل ولا ينسى. كتاب هذا لا يا ربي فينا هما حسناتي، فينا هما صلواتي، فينا هما عطاءاتي، انا درت ما لقيتش. قال له داو اللي غتبتيهم جلستي تغتاب في هذا داو لك حسناتكم جيتي. اذا ايانا وايانا راه واخا هذه الايه هي على الكافر، ولكن ما كنحطوا راسنا لا نمشيو نتفتنوا ولا يمشي يوقع بينا ما يوقع وتعجبنا نفوسنا ونبقاو نطلقوا لساننا من هنا حتى المعطفين. واحيانا كتكوني كتربي نفسك وتجاهدي واحد الساعه الا جا شي وحده مختلفه معك في الفكر ومختلفه معك في المقاصد ديالك وكتبقى معك بالهضره، راه ما حضرتيش راسك كتجرب، كتبدا لسانك كتجرد عليها وتعاود ترد عليك ترد عليها حتى كتلقي راسك مشيتي معاها. لا، دائما نستحضر ان انا بغيت اعمالي نلقاها عند مولانا سبحانه، بغيت يقبلها مني، بغيت ينقلني في الدنيا ويكرمني في الاخره، بغيت يكرمني في الدنيا ويكرمني في الاخره كذلك، بديك النفس اللي مشعره ان الله يراها، ان الله راه معاك كيشوف فيك، ما خفى عليك حالك، راه قرب من حبل الوريد، راه لا يخفى عنه شيء في الارض ولا في السماء. راه ما شاء الله سيادنا اللي وصلوا للدرجات العاليه في معرفه الله، الائمه الكبار منهم اللي كيوصل لدرجه انه قال طلبي منه عدم معرفتي به، ما قدرش يقول يا ربي اعطيني يا ربي اعطيني، وعرف بان الله عارفه ومسلم الامر غادي. هذه درجه عاليه. حنا عباد بساط وضعاف وايماننا غادي كيدعدع، ولكن نحاولوا ما امكن اننا ندعموا روسنا بروسنا، والحاجه اللي غادي تنفعني في الدنيا وفي الاخره نديرها، واللي ما غاديش تنفعني وغادي تحرق لي حسناتي ما عندي ما نديرها. لان هذا التصوير هذا، شوف القران كينقلنا من المحسوس المنظور للملموس، بحال كتقطيها في يديك. والذين كفروا اعمالهم كسراب بقيعه يحسبه الظمآن ماء حتى اذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. هذا متى الفرق؟ أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. هذا مثال صعيب. شوف بحر لجي، بحر عميق، وشوف طبقات نتاع البحور، شي فوق شي فوق شي فوق شي. وهذه راه وصلوا لها في زماننا من باب الاعجاز المكتشفون اللي اكتشفوا بان هناك بحر من ضباب
وهناك بحر وتحته بحر وبينه بحر، ويلا سيري 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 حتى توصلي لقاع الارض، وقاع الارض فيها النار، فيها العافيه. وتقول مع راسك دابا حتى الانسان البسيط وعلاش هاد الامياه ما طفاوش العافيه؟ هاد المياه، هاد البحور كلها فوق من اللب نتاع الارض نار مشتعله، علاش هاد الامواج هاد المياه هادي ما طفاوهاش؟ راه تبقاي تخممي وتقولي سبحان الله، القدره نتاع الله، جعل الاشياء باضدادها سبحانه. الا قال الماء وقف رجع جبل غادي يوقف يرجع جبل، والا قال الجبل هبط ورجع ماء غادي يهبط ويرجع ماء، والقدره ديالو سبحانه وتعالى فاتت كل القدرات، ولا حول لنا ولا قوه لنا الا بالله. او كظلمات في بحر لجي يعني عميق يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض. وهذو اللي عاوتاني قيسناهم بالدنيا ومواجه الفتن اللي كاينين في الدنيا. الا ما كانش عندنا المركبه سليمه، المركبه اللي هادي بدل راكبين فيه وغاديين بالمحرك والمقود القلب والعقل، راه غادي تقلبنا المواج، وموجه تضربنا في موجه، موجه تضربنا في موجه، ما عارفين نوصلوا. والله يحفظنا ويحفظكم من الابتلاءات الكبيره. كتبقى موجه كتضرب في موجه نتاع الفتن، نتاع الامراض، نتاع الاوجاع، نتاع الظلم، نتاع تلقى الانسان عايش في الظلام، ظلمات ما مين غيخرج منها. اذا حمدنا الله على هذا النور تاع كلام الله، وحمدنا الله على هذه الرساله نتاع مولانا اللي وصل لنا وشعر بها قلوبنا باش نرجعوا عاود النور. الا كنا فرطنا نعاود نتقادوا، والا كنا انطلقنا نعاود ثاني نوقفوا ونستقموا. اذا في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض اذا اخرج يده، قوه الظلام، الا خرج يده ما يشوفش يده فيها هي بالظلام، لم يكد يراها. ومن لم يجعل الله له نور، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. اذا هنا كلنا غادي نقولوا وصلنا للحل ياك، الى عطانا ربي النور من عنده ونور قلوبنا ونور بيوتنا ونور قلوب وليداتنا واهلنا وحبابنا، وفتحوا بصيرتنا ودينا نشوفوا بالنور. راه كاين شي اللي يحل لنا بالنور، وحدنا فوق الارض وحنا كنجمعوا الانوار اللي نخرجوا من قبورنا ونلقاو راسنا غاديين طايرين ما شاء الله، كما غادي نوصلوا بها. الله يتمم علينا بالخير. فما لهم اللي ما عطاش الله هذا النور ما غادي يلقاوه. اذا كان هذا القران اللي هو نور، هو مصابيح، هو علامات ترسم لنا طريق النجاح والفلاح. هاد الايات راه ماشي ايات كنقراوها ونفهموها ونمشيو، هذه راه مصابيح غادي تتعلق على صدورنا وفي قلوبنا، وغادي نلقاوها في طريقنا وغادي نمشيو بها وحنا كنحققوها في معاملاتنا، كنحققوها في كلماتنا. الكذوب راه نار، راه ظلام، الصدق راه نور، العطاء والكرم راه نور، والبخل والشح راه نار. عزلوها هكا كل ما يرضي الله نور، ويزيدك الله تبارك وتعالى عليه نور، وكل ما يغضب الله هو ظلام. بعدين منه ما عندك ما ديريه. ألم ترى شنو لما يقول رب العالمين ألم ترى وجد راسك، يعني غتشوف بعينك. ألم ترى أن الله يسبح له من في السماوات والأرض، من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعل. شوفي دابا هادشي كله اللي غادي يسبح لله ما مفروضش عليه التسبيح ولا مفروضه عليه العباده مفروضه على الانس والجن المكلفون، ولكن هما تعظيما لله وتعظيما لما تراه اعينهم من عطاءات الله. كتلقاي الشجر كيسبح والطير كيسبح والجبل كيسبح وكل شيء. وبحال هذه الايه كاينه في سوره الحج ولكن مكمله باش وقليل من الناس، زايد معها زايد هذيك الايه وقليل من الناس. اذا نكونوا حنا ديك القله القليله وما نكونوش من ديك الكثره، لان هذه الكثره الا قلبتي في كتاب رب العالمين فين ما تلقاي اكثرهم لا يعقلون، اكثرهم لا يسمعون، يعني كتلقاي الكثره فين كاينه في الجهه السلبيه، ولكن سبحان الله العظيم الربح فين كاين؟ في القله القليله. وقليل من عبادي الشكور وقليل من الناس. اذا من نكونوا من ديك القله القليله نحافظوا
على بلاصتنا في وسط الكوكبه تاع القله القليله. ما ننزلوش لان شي يجرى بنا. بعض المرات كتغلبنا نفسنا ويغلبونا اهواءنا ومعنا كل شيء تيديرها وما كاينش، ما بقاتش عيب، وكل واحد راه هو ما بقى حتى يقول لك لا راه هادشي مثلا هادشي ولا عادي، وهاد العرا ولا عادي، وهاد الكلام ولا عادي، وهاد الاختلاط ولا عادي، وهاد الشيء كله عادي وكثير الناس كلهم هكاك كلهم، وراه اكثريه الناس لا يعقلون، واكثر الناس لا يسمعون، واكثر الناس لا يؤمنون، والقله القليله تسمع وتتذكر وتعلم وعارفه اش كدير. ما جينا هنا الا من اجل باش نجمعوا واحد الرصيد من النور ينفعنا الى حين ما نعاودوا ننتقلوا مره اخرى. كل مره كنجيو نغرفوا باش نستقلوا وباش تفتح البصيره ونمشيو. اذا الم ترى ان الله يسبح له من في السماوات، وشكون اللي كاين في السماوات؟ الملائكه علاش كتسبح وهي مخلوقه ما كتعصى ما كتذنب ما غدير حتى حاجه الا كتسبح تنزيه وتعظيم المولانا سبحانه، كما قال سيدنا علي كرم الله وجهه، سيدنا عمر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله كيف هي صلاة الملائكة؟ سألوا على صلاة الملائكة، كيف هي صلاة الملائكة؟ قال له الرسول صلى الله عليه وسلم: لا أدري. فإذا بجبريل نزل قال إن الله، قال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم: إن الله يقرئك السلام ويقرئ عمر السلام، وكيخبرك بأن ملائكة السماء الأولى ساجدة إلى يوم القيامة تقول سبحان ذا الملك والملكوت، وملائكة السماء الثانية راكعة إلى يوم القيامة تقول سبحان ذا العزة والجبروت، وملائكة السماء الثالثة قائمة إلى يوم القيامة تقول سبحان الحي الذي لا يموت. إذن هذه تسبيحات، وزيد هناك ملائكة كتستغفر للمؤمنين، هناك كل هذه الملائكة مكلفة بك أنت أيها الإنسان، أنت اللي مكلف، أنت اللي عندك عقل، أنت اللي جاك هذا الكلام تسمعه وسبح معهم. أنت غدوز الطير غادا في السماء، الطيور غادي في السماء كيسبحوا المولى سبحانه وتعالى. ولاحظوا لما كيكونوا أسرار كيفاش كيكونوا غاديين مصافين ومقادين كأنهم ما شاء الله الأول وجوج من موراه وثلاثة من موراه، كأنهم صفوف صلاة ولا صفوف جهاد وغاديين ما شاء الله. الشجر كذلك يسبح كل ما خلق الله، ولكن حنا شنو ما غاديش قد علم كل صلاته وتسبيحه، علموا الله كيفاش يدير يدعي وكيفاش يدير الله يسبح. والله عليم بما يفعلون ولله ملك السماوات والارض والى الله المصير. سبحانه. اذا اخواتي لا خدينا هذا الخير هذا هو عليه التمون، حللناه مع نفوسنا، واحد الاجر عندنا كبير الا مشينا لبيوتنا وخصنا واحد الربع ساعه وحلينا الصفحه من سوره النور وبقينا غاديين كنرصيو هذا الشيء اللي فهمناه وعرفناه ولا عندنا في حوزتنا، ربي عطاه لينا دابا وكلنا فهمناه وكلنا عرفناه، واللي ما فهماتش نوقفوا عاوتاني نعاودوا، كله فهمناه وكله عرفناه. بقات الحاجه واش بغينا بصح ولا غير كنتمناو، واش بغينا بصح نرتقي، بغينا بصح يكون عندنا رصيد كبير من النور اللي نعيشوا به في زمان واعر ونمشيو نلقاو به مولانا سبحانه وتعالى. وراني كنغمضوا عينينا وكنتفكروا غير ديك الصوره اللي كتجينا مثلا لما كنحضروا جنازه مثلا او نصلي على ميت في المسجد او غيرها، اول حاجه الله يا ربي على ظلمات القبور، وكنتخيلوا داك البنادم من داخل وغطاو عليه باللحد ورماو عليه التراب ومشاو حبابو، شنو نفعوا بديك اللحظه؟ شتي الا كان عنده النور ودخل بالنور هذاك الشيء غير في صورتنا في دماغنا حنا الخلعان ديك الارض، لان برحمه الله غادي يكون في عالم افضل من هذا العالم، الا مشى بالنور ديالو ومشى بقلب سليم ومشى بنيه صادقه ومشى غفر له ربي ذنوبه ومشى غفر له الله تبارك وتعالى السيئات ديالو وبدل له حسناته، راه ما شاء الله 99 رحمه في ذاك العالم. ربي لما خلق الرحمه قسمها 100 قسمه، قسمه وحده على 100 نزلت هذه الارض فيها حنا والحيوانات والحشرات وكل ما خلق الله والانس والجن وكل شيء مشروكين بديك الرحمه وحده، و99 على 100 بالرحمه في العالم الاخر. ما عندناش باش نخاف،
واش هو سبحانه كينادي المسرفين قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. شتي المنزلة هذه الآية؟ ما كاينش شي آية كتشعرك بالفرحة قد هذه الآية. عرفتي فيشي وعلى ما نزلت على سبب نزولها شنو؟ سبب نزولها أن واحد الوفد من الكفار جاو عند سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بقاو يسمعوا وجاو عنده قالوا له هادشي اللي قلتي كله حسن وهادشي اللي سمعنا منه كله جميل ولكن راه ماشي من نصيبنا. قالوا علاش؟ قالوا عندنا ذنوب كبيره وعندنا حوايج كبار ما كنظنوش اننا غادي نتمتعوا بهذا الخير اللي جيتي به انت. قال لهم الله تبارك قال لهم الرسول صلى الله عليه وسلم ان الله يغفر الذنوب جميعا الا ان يشرك به. قالوا له يمكن هذاك الكبائر اللي دايرين في الشرك هما ولا شو بقاو حايرين. نزلت هذه الايه تيقول مولانا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قل سير قل لهم ها انا الشنقول يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم. اللهم اغفر لنا ويسر امرنا واجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا منه تفرقا معصوما. اللهم لا تدع لنا في هذا المقام ذنبا الا غفرته ولا هما الا فرجته ولا مريضا الا شفيته ولا ضعيفا الا قويته ولا حائرا الا ثبته ولا غريبا الا انسته. يا مؤنس الغرباء انس غربتنا وانس وحشتنا واجمع شتات امرنا. يا جامع الناس اليوم لا ريب فيه اجمع شتات امرنا وألف بين قلوبنا وعقولنا وألف بين قلوبنا وقلوب أهلنا وألف بين قلوبنا وقلوب أبنائنا وبناتنا وأزواجنا وجيراننا وأهلنا. نحن أمة واحدة فيا ربنا اجعلنا على واد واحد. اللهم اجعلنا على واد واحد. اللهم أكرم آباءنا برحمة واسعة. اللهم أنر قبورهم اللهم أنر قبورهم اللهم أنر قبورهم وارفع منازلهم موتانا وموتى المسلمين. اللهم ارحمهم برحمتك واجد عليهم بجودك. يمن كتابهم ويسر حسابهم بكرمك ورحمتك يا ارحم الراحمين. مرضانا ومرضى المسلمين اللهم ارنا عجائب قدرتك في شفائهم. اللهم شافي وعافي انت الشافي انت الكافي سبحانك انت الباقي. اكفنا يا رب العالمين شرور انفسنا اكفنا يا ارحم الراحمين وخلصنا من سيئات اعمالنا. اللهم اجد علينا بعفوك الكريم. اللهم ادم علينا نعمه القران ادم علينا نعمه الذكر ادم علينا يا رب العالمين نعمه الصفاء والنقاء. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله واليك ربي يرجع الامر كله. اللهم اعل رايه الدين. اللهم انصر الاسلام والمسلمين في كل مكان. اللهم أرنا عجائب قدرتك في نصر المسلمين والمسلمات إخواننا في غزة إخواننا في فلسطين إخواننا المستضعفين في كل مكان. ربنا لا ملجأ لهم منك إلا إليك فيكفيهم أنت الكافي واشفيهم أنت الشافي واطعمهم أنت الكريم أروي عطشهم يا أرحم الراحمين واستر عوراتهم ويسر أمورهم. اللهم أرنا يوما بكرمك ورحمتك نستشعر فيه النصر المبين فاللهم انصرنا بما شئت وكيف ما شئت إنك على كل شيء قدير. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. مولانا أدم على بلدنا هذا الأمن والأمان والاطمئنان وانصر ملك البلاد ربنا وأيده بنصرك. اللهم اشدد أزره بولي عهدك. اللهم بكرمك يا أرحم الراحمين أكرم الأسرة المالكة برحمتك يا أرحم الراحمين وجودك. أرحم الفقيدين مولانا الحسن الثاني ومولانا محمد الخامس بكرمك يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين. اللهم احفظنا واحفظ بلادنا واحفظ أبناءنا واحفظ أهلنا وأحبابنا برحمتك وبحفظك يا أرحم الراحمين. أنزل علينا ستائر ستر
سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.